السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. الأهلي يقلب الموازين في صفقة عمر الساعي، ودي كانت خطوة قوية يواصل النادي الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب ترتيب احتياجات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية. الأهلي يجدد محاولات ضم عمر الساعي في انتقالات الصيف، وعلم موقع أخبار النادي الأهلي أهلي نيوز بعودة تواصل النادي الأهلي مع الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات عمر الساعي في انتقالات الصيف. وكان النادي الأهلي قد قرر زيادة قيمة عرضه إلى القلعة الصفراء ليصل إلى 30 مليون جنيه، بجانب خروج بعض العناصر من فريق الشباب على سبيل الإعارة. ولا يمانع النادي الأهلي حصول الإسماعيلي على نسبة تخص إعادة البيع، وذلك حالة الموافقة على العرض الأحمر. ونجح النادي الأهلي في الحصول على موافقة عمر الساعي بشأن إرساء القميص الأحمر، ولكن هناك إغراءات مالية كبيرة مقدمة من جانب إدارة فريق بيراميدز لمحاولة حسم الصفقة. واعتبر عمر الساعي من الأسماء التي نالت إعجاب إدارة النادي الأهلي بجانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني. وهناك محاولات قوية من جانب النادي الأهلي لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في ظل بحث القلعة الحمراء عن صفقة قوية في خط الوسط. وكان المالي أليو ديانج قد رحل عن القلعة الحمراء في انتقالات شهر يناير، حيث انتقل إلى الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 600 ألف دولار، في الوقت الذي يرفض خلاله النادي الأهلي عودة المحترف الجزائري أحمد القندوسي من جديد إلى الفريق الأحمر لأسباب فنية من جانب مارسيل كولر. ولا يمانع النادي الأهلي حصول الإسماعيلي على نسبة تخص إعادة البيع، وذلك حال الموافقة على العرض الأحمر. ونجح النادي الأهلي في الحصول على موافقة عمر الساعي بهذا الشأن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.